تعالى بقى يا ابن عمي يا غالي، اتفضل. السلام عليكم الاول بقى. عليكم السلام. بقول لك ايه، انا إيه؟ طبعا لما عرفت بقى اللي انت جاي تتغدى معانا عملت لك جنب الغدا صينيه كنافه كده بالقشطه. هوبا بقى، انا كده هبات. يلا بس تعالى، ده انت لمت. يلا بينا. تعالى يلا يلا. يا لهوي، هديه هديه. ايه اللي حصل فيه ايه؟ هديه بنتي، هديه هديه. مالك يا بنتي؟ يا بنتي فوقي طيب. يا هديه. ايه اللي حصل؟ بقول لك ايه، اطلب خالك. خلاص ماشي. اطلب خالك يا محمد بسرعه واطلع ميه. يا هديه. في ميه اهي جنبها. انا اكلم خالي بسرعه. يا لهوي يا هديه هديه. انت يا بنت، انت يا بنتي يا هديه. قومي قومي، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي يا حبيبتي، قومي يما، قومي قومي، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ قولي لي. فوق يا بنت، ايه اللي حصل؟ يا نهار اسود، الدهب فين؟ وفين السلسله اللي كانت في رقبتك؟ كلم خالك يا محمد بسرعه، كلم خالك يجي يشوف الموضوع ده. الو يا خالي، تعال بسرعه البيت. ايوه يا محمد. هدير مش عارف لانها مغمى عليها فجاه، مش فاهمين في ايه. تعال بسرعه. ماشي تمام. قوم قوم شيلها معايا نحطها على الكنبه. تعال. شيل يا حبيبتي، يا حبيبتي احكي لي ايه اللي حصل. اغمى عليكي؟ طب انت كلت كويس؟ مش عارفة، أنا كنت ماشية بشرب مية فجأة لقيت في حد خلاني وما حسيتش بأي حاجة. ازاي ده حصل؟ مش عارفة. ده باني خالي جه افتح طب الباب. قوم افتح. يا ابني اللي حصل فيه ايه؟ لسه. اهدي شويه. في ايه؟ مالك يا هديه؟ خالي وانت لسه هتسال؟ احنا جينا من بره انا ومحمد، لقيت البت واقعه في الارض وبتقول في حد كتم نفسها. بص يا خالي، انت لازم تشوف حل، لازم تشوف، انت ليك علاجات كتير، لازم تتصرف يا خالي وتشوف لي اللي حصل ده ايه واللي دخل البيت هنا ايه. خلاص ماشي ماشي. بالله عليك يا خالي اتصرف. انا هكلم اصحابي دلوقتي الظباط واشوف الدنيا دي، هخليهم يفرغوا الكاميرات ونشوف طب الدنيا. يلا ماشي، انا قاعده مستنياك يلا اهو، ما ماشي. تاخرش. الف سلامه عليك يا هديه. يلا ماشي. محمد، انزل انت هتلاقي عصير كده واي حاجه من تحت بالله عليك. اهدي اهدي. طب وبعدين يا خالي؟ انا مش عارفه، انا قلقانه برضه على البت اصلا، ده عماله تعيط ومنهاره جدا، انا مش عارفه اتصرف ازاي. يا بنتي ازاي؟ عيله الرفاعه ده انا اي حاجه تحصل فيها ما بتسيبش حد في حاله، مش حته عيل زي ده اللي يعمل كده. ده يا جبت لك خالد؟ الفيديو. يا نهار اسود، مين ده يا خالي؟ مين ده؟ لا ده كده غلط، ده انا ممكن نبقى نايمين هنا انا واختي ويحصل مصيبه. انا هستنى لما حد يخش يقتلنا. مين ده يا خالي؟ ده الحرامي ملثم اهو، بس انت ابن ما الذين عرفتش مش ده هسيبه. مين؟ والله ما هسيبه يا بنت، انا عندي اصحاب كتير هيجيبوه، عشان كده مرتب كل حاجه، ما تشغليش بالك. يا خالي مرتب ايه بس؟ الموضوع ما يستكتش عليه، احنا لازم نمشي من الشقه دي، عشان بعد اللي انا شفته ده انا ما امنش حتى على البت وهي رايحه الجامعه وهي جايه. اعمل ايه؟ يا بنتي مش عيله الرفاعي اللي اتعمل فيها كده، انا هجيبه لو متربط. انت ما تعرفيش اللي معاه مين ولا اللي وراه مين، ما تشغليش يا بالك. خالي يعني انت يوم ما يجي يحصل حاجه هو انا هلحق اصلا اتصل بيك تيجي لي يا خالي؟ ما تشغليش بالك، انا مرتب حاجه، انا والناس كلها مرتبين مع بعض. خلاص يبقى انت بقى معلش تبقى تجيب هدومك وتيجي تقعد هنا معانا يومين ثلاثه على ما تخلص لي الموضوع. انا بقيت بخاف يا خالي، انا بخاف، انا مش هنزل هديف من البيت، انا مش هنزل. اتفقنا، هخلص الموضوع ده وهجيلك تاني. النبي يا خالي بسرعه. ماشي. يا رب يا رب استر. لا انا مش هنزل البيت، لا حد يعمل فيها حاجه. لا بس عاش يا ابن الجنيه، خطه ما تخطرش على ابليس ذات نفسه. والله العظيم عايز اسقف لك قوي.